عارفين قصة فيلم احنا بتوع الاتوبيس لما اتقبض على عبد المنعم مدبولي وعادل امام في خناقة كده ملهمش فيها حصلت في الاتوبيس فاتاخدوا في الاسم ومن الاسم معتقلات والسجون السياسية، وكل شوية يقولوا لهم احنا بتوع الاتوبيس احنا بتوع الاتوبيس، واتحولت من بعدها حياتهم لجحيم. اهو ده شكل اللي حصل لمحمد فوزي. محمد فوزي ما كانش ليه في السياسة ولا بيتكلم في السياسة، كل اللي عمله انه قرا المشهد غلط. يعني ايه قرا المشهد غلط؟ يعني مثلا كان معادي للثورة وفاكر ان الملكية هترجع ففضل مع موقفه مع الملك. لا بالعكس تماما، ده كان كتف في كتف مع رجالة الثورة لدرجة ان جمعته صداقة قوية جدا بمحمد نجيب، اللواء محمد نجيب اللي مفترض اول رئيس لجمهورية مصر العربية. كان بيحضر كل اجتماعاته مع أهل الفن، كان أول الحاضرين في تدشين أي حملات خيرية أو مشروعات قومية. كان محمد فوزي وزوجته مديحة يسري من أوائل الوفد التابع لمحمد نجيب. أمال قرا المشهد غلط إزاي؟ يعني لو هو كده قرا المشهد غلط، أمال اللي قروا المشهد صح عملوا إيه؟ الفنانين بعد ثورة 23 يوليو فضلوا كده على الحياد عقبال ما يفهموا الموقف رايح فين. دول ناس لسه امبارح كانوا بيغنوا للملك وبيحضروا حفلات الملك وطبلوا له وزمروا له، فجأة كده هينقلبوا على الملك ويسقفوا للضباط الأحرار؟ ما هيتقال عليهم متملقين ومنافقين ومحدش هيصدقهم. فقعدوا يراقبوا الموقف من بعيد. مفيش بس غير أم كلثوم راحت تاني يوم الثورة استوديوهات مزبيرو تمسح اسطواناتها اللي كانت مسجلة فيها بتغني فيها أغاني للملك، وصورت ده ونزلته مجلة الكواكب. وهكذا عبد الحليم وعبد الوهاب شدوا كرسي وقعدوا يتفرجوا. في الوقت اللي محمد فوزي كان مشجع للثورة ومؤمن كمان بأهدافها وصاحب محمد نجيب وبقى صديقه ومعاه كتف بكتف وظهر في ظهر ومرافقه في كل حاجة. طب ما حلو ده، اما محمد نجيب مش ضباط احرار؟ مش ضباط احرار محمد نجيب؟ ما انا هقولك، الضباط الاحرار استخدموا اسم محمد نجيب بس، مش محمد نجيب شخصا، لا اسما بس، عشان شعبيته في الشعب وفي الجيش، فاستخدموا اسمه في الانقلاب على الملك فاروق. لكن سياسة محمد نجيب ما كانتش تلد على الضباط الأحرار خالص. أصل أهداف محمد نجيب من الثورة هي إنشاء مناخ ديمقراطي سليم، الرأي والرأي الآخر، واشتغل على عودة الأحزاب وإنشاء حياة ديمقراطية سليمة بتتسع لكل الأحزاب ولكل الآراء. وكمان كان شغال على ملف رجوع الجيش للسكنات العسكرية. يعني بالمختصر المفيد كده، عيش، حرية، عدالة اجتماعية. احنا على حطة ايدك يا محمد يا نجيب، على حطة ايدك، احنا لسه في قعر الزجاج. يعني قولوا لنا اطلعوا نطلع اقعدوا ما صدقوا ان احنا قعدنا في قعر الزجاجة، جابوا الفلة وقفلوا. الاهداف دي طبعا ما كانتش ماشيه مع نظام عبد الناصر ولا الضباط الاحرار، فقرروا ينحوه ويبعدوه عن العمل السياسي وتاخد في ديله كل من كان يأيده، واللي كان منهم محمد فوزي اللي ياما غناله، بس الاغاني دي اتمحت من استوديوهات الاذاعه للابد. في الوقت اللي ام كلثوم نصحها فيه مصطفى أمين وفكري أباظة، قالوا لها المستقبل لعبد الناصر مش محمد نجيب، اصبري انت دلوقتي قال. فكله قاعد يتفرج، ومحمد فوزي اللي كان داخل بقلب قوي مع محمد نجيب. أما عبد الحليم فياما غنى وغنى لعبد الناصر، سواء بقى عن اقتناع أو عن نفاق، النتيجة واحد. أما عبد الوهاب بقى فكان دماغ عملية أكتر، راح وصل للملك عبد العزيز آل سعود وطلب منه ان هو يتوسط له عند مجلس قيادة الثورة بان هم يبعدوا عنهم عن ممتلكاته وثروته، فلوس.
مفيش اغلى من الفلوس. يا ريت يعني ما يصادروهاش لا ثروته ولا ثروة ام كلثوم. مين بقى اللي انغرس وانحسب على نظام محمد نجيب؟ هو محمد فوزي، اللي كان بيغني لمحمد نجيب، واللي كان بيشارك محمد نجيب، واللي فضل محتفظ بصداقته مع محمد نجيب حتى بعد ما عزلوه عن المشهد السياسي خالص. ده مش بس كده، ده في احتفالات الثورة سنة 63 بحضور كل الفنانين والمغنيين، وجمال عبد الناصر اللي كان ساعتها الرئيس طلعت غنت أم كلثوم أغنية يا جمال يا مثال الوطنية، وطلع عبد الحليم وغنى بالأحضان اللي فيه كوبليه يا بلادي يا حرة يا كريمة يا زعيمك خلاكي زعيمة، وهو باصص كده في عينين جمال. طب وانت يا محمد فوزي لما الدور جه عليك هتقول ايه؟ غنى اغنية ما فيهاش تمجيد لأي شخص، اغنية بس فيها تمجيد لمصر، اغنية بلدي احببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد، ونزل من غير إشادة ولا إشارة لجمال عبد الناصر. معقولة عشان كده تضطهدوا الراجل لغاية ما تموتوه قهرا وكمدا؟ فبعد ما تصدر كل ممتلكاته ومشروعه مرض شديد لدرجة ان الدولة رفضت انها تعالجه على حسابها، رفض تعنتي بدون اسباب. ولما مات في سبتمبر 66 وحضر جنازته كل اهل الفن، غاب عن جنازته اي مندوب من رئاسة الجمهورية، حتى ما عملوش بالمثل اللي بيقول قتل القتيل ومشي في جنازته، ما مشيوش في جنازته. ويا سبحان الله، الأغنية اللي كان فيها نقص لمجرد ان ما فيهاش تمجيد لشخص الزعيم عبد الناصر، تبقى هي الأغنية اللي ما تلاقيش غيرها استوديوهات الإذاعة عشان تزحها بعد النكسة سنة 67. ويا سبحان الله، محمد فوزي من مكانه وفي قبره بيقول لهم اهو وانا رافع ايد ما بعمل لكمش حاجة، بتتذاع أغنية اهو، وما تلاقيش الإذاعة غير أغنية محمد فوزي مناسبة للحدث والموقف بتاع النكسة. بس الحقيقة إن كمان اتقال إن ممارسات التضييق والاضطهاد على محمد فوزي ما كانتش بسبب سياسي وبس. فبعد طلاقه من مديحة يسري اتعرف على كريمة، الفنانة كريمة فاتنة المعادي، واللي حصلت على لقب ملكة جمال مصر سنة 59، واللي كانت صديقة مقربة لكوكب الشرق أم كلثوم، وكانت بتحضر معاها تسجيلاتها في استديوهات محمد فوزي اللي كان فارس أحلامها من وهي صغيرة. كريمة كانت ست متزوجة من طيار وعندها 3 أطفال، لكن لما خيرها ما بينه وما بين الفن اختارت الفن فاتطلقت عشان تقابل فارس أحلامها اللي كان أكبر منها ب20 سنة، وبدأت العلاقة ما بينهم تقرب أكتر وأكتر بحضورهم حفلات أم كلثوم مع بعض. وأم كلثوم نصحت محمد فوزي بالارتباط بكريمة، اللي وافق بس بشرط إنها تسيب التمثيل. وكريمة اللي طوحت بحياتها واستقرار أسرتها أول مرة بسبب الفن والتمثيل، قررت إنها تضحي بمستقبلها الفني عشان تتجوز فارس أحلامها محمد فوزي. في الوقت ده كان سامي شرف عرض عليها الجواز. مين سامي شرف؟ هو مدير مكتب جمال عبد الناصر، بس هي رفضت. فهل يا ترى الاضطهاد والتضييق على محمد فوزي اللي هنحكي عنه في اللي جاي دلوقتي كان بسبب نظام عبد الناصر شخصيا، ولا رجالة نظام عبد الناصر؟ تعالوا نشوف.